السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بإيدك. هنعمل النهاردة طبق الفول بتاع يوم الجمعة، حاجة كده زي الفل وجميلة جدا الناس كلها بتحبها. أول حاجة عندنا طماطم، بصل، فلفل حامي، فلفل رومي، وعندنا توابل، بودرة ثوم وشوية كمون، بابريكا وشوية كزبرة والفول طبعا. هنقطع الخضار بتاعنا. أول حاجة البصل، نحطه في العلبة الفرامة دي السحرية، جميلة جدا والله. يعني ما جبتها ما كنتش متأكدة انها كويسة، لا جميلة صراحة، وتقطع وفيها بشر كمان، يعني تقدري تبشري فيها وكده، يعني حلوة قوي قوي قوي. كده خلاص، شايفين ناعم ازاي، جميل جدا. هنروح بقى على البوتاجاز، هقطع بقية الخضار ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. وكده قطعنا اللية خلاص والخضار. نروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. احنا هنا على البوتاجاز، دي حته اللية اللي انا قلت لكم عليها. نحط عليها شويه زيت زيتون، او لو ما عندكيش زيت زيتون ممكن زيت عادي، زيت ذره، يعني زيت ذره، زيت عباد، اي حاجه، اي زيت. تمام. خلي بس الزيت يعمل شويه. انا مش هخلي الزيت يتقدح قوي علشان ده زيت زيتون مش حلو انه يتقدح يعني. هنحط البصل، ادي البصل، ونقلب لغايه ما البصل يبقى ايه، متشوح، يعني داخل في التحمير. هنا البصل اهو، شايفين داخل في التحمير لكن ما اتحمرش. تمام. هنحط بقى الفول، نبتدي نهرسه شويه.
خلاص ادي الفول مجرد ما هيغلي خلاص اهو. هنحط له بقى التوابل بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها، وادي الملح. الملح ده على حسب الكميه اللي انت حطاها يعني في ناس بيبقوا عيله كبيره يعني مش هيحطوا شويه صغيرين، احنا عيله صغنونه يعني. خلاص هنا خلاص هو مجرد ما هيغلي اهو. هنحط بقى الطماطم والفلفل وشويه البقدونس دول الخضار يعني. وبنقلب وبنسيبه شويه يتسبك على النار يعني ياخد ويدي مع بعضه. هو هنا انا شايفه انه عايز شويه زيت، فانا هحط له زيت عادي مش زيتون، او شايفين زيت ذره، او ممكن زيت عباد شمس، او ممكن زيت التموين، اي زيت عندك حطي زيت عشان الفول بيحب الزيت يعني. شايفين زي القمر، واحلى طبق فول يوم الجمعه بعد الصلاه يعني حاجه زي الفل. هنسيبه بقى يغلي، وما يغلي اقدمه لكم ونشوف هيبقى شكله ازاي. على لما الفول يتسبك والبطاطس بتاعتنا تتحمر نعمل شويه طبق جبنه قديمه. شايفين ادي جبنه قديمه عادي بتجيبيها يعني بتتباع تمام، او ممكن تعمليها في البيت. هبقى اعمل لكم بطرمان جبنه قديمه، وهنحط عليها طحين وزيت والطماطمايه دي الحلوه نقطعها صغير تمام، نقطع صغنن. وادي طبق المش الجبنه القديمه بالطماطم والزيت والطحينه. هنقلب الطبق. ادي طبق المش شايفين. خلص بقى كله ونجيبه ونقدمه مع بعض. وادي فطار يوم الجمعه. شايفين الحلاوه والفول في منتهى الجمال. دي البطاطس بتاعتنا طبعا مش محتاجه فيديو البطاطس دي يعني فهنرش عليها شويه دقه من اللي انا عاملاهم. هبقى اسيب لكم رابط الدقه تحت، الدقه يعني. ايه رايكم؟ لو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. اهلا وسهلا بيكم. انا منى ودي قناتي مطبخ تعلمي واعملي بايدك. مع الف سلامه وشكرا على المشاهده.